الملك محمد السادس ملك المغرب يطلقون عليه في بلاده لقب أمير المؤمنين. زي ما انت شايف كده، أمير مؤمنين بسلسلة وحظاظة وبندانة، وشوية متصور لك مع محمد رمضان وشوية مع الكلب بتاعه. أمير المؤمنين دي اللي كانت بتتقال عن عمر بن الخطاب والخلفاء الراشدين. أيوة هي دي والله، تخيل. بس مش هقول لك بقى شتان شتان علشان ما ينفعش نقارن أصلا، ونقارن مين بمين. ده اخره ياخد ضربة بضرة عمر تفوقه من اللي هو عامله في نفسه ده، وتقول له انت حطيت لقب امير المؤمنين في الوحل والطين. امير المؤمنين محمد السادس الذي تشاهدونه في الصورة وهو ينحني بحقارة ليقبل يد ملكة اسبانيا ليتيسيا في احدى زياراتها للمغرب الاسلامي المختطف. اعلن ترامب ان عامله على المغرب امير المطبعين محمد السادس قد ركع وباع القدس والأقصى وفلسطين إلى الصهاينة بدون مقابل، مع أن جده السلطان أو الملك عبد العزيز بن الحسن قالوا عنه أنه وقع اتفاقية الحماية، أو بمعنى أدق اتفاقية تسليم وطنه إلى الإنجليز والفرنسيين ومش عارف مين تاني مقابل دراجة هوائية، رغم أن المزحة مبالغ فيها. لكن المشهور عنه أنه كان مشغول باللعب واللهو وإنفاق أموال الشعب على اللعب الحديثة المستوردة من أوروبا، ومنها الدراجة التي كان يعشقها عشقا، حتى أنه لعب يوما طوال النهار بالدراجة، وعندما أتى الليل وكان لم يشبع من اللعب أحضر 30 عبدا من عبيده وأمسكهم المصابيح طوال الليل حتى تعب من اللعب ودخل لينام. على الأقل جد محمد السادس باع وطنه مقابل دراجة، لكن أنت بعت دينك وعقيدتك ووطن المسلمين جميعا فلسطين بكم يا أمير المطبعين؟ حتى أن أمير المطبعين لم يعلن الخبر بنفسه، بل أعلنه سيده حاكم البيت الأبيض ترامب، وكأن ترامب يأبى أن يغادر البيت الأبيض إلا أن يسجل أكبر اختراق